السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، من قيمة كام يوم نزلت بوست اشتكيت فيه من مطعم ما في الشارع الجديد، والناس كلها دخلت استنتجت المحل اللي انا بتكلم عنه ده انهي محل. بصراحة في نفس اليوم اتلاقيت صاحب المحل استاذ يوسف بيكلمني. انا اتفاجئت بصراحة، اعتذر لي على كل الاخطاء اللي كانت موجودة في الاوردر. طبعا دي مسكه مالناش دعوه بيها، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. المهم، انا لما بعت لهم على الواتس جالي الاول الرساله الترحيبيه، فدخلت على المنيو، عملت الاوردر بتاعي وكتبته وكتبت الاسعار، ورجعت للولد تاني على الواتس في عروض النهارده. قال لي الاوردر اللي معدي 60 جنيه التوصيل ببلاش. قلت له تمام، انا الاوردر بتاعي عامل 60 جنيه بالظبط. بعت له الاوردر، اتلاقيته باعت لي ريسيت 80 جنيه. ازاي يا ابني، انا عامله من على المنيو بتاعك اللي انت بعته لي في رساله الترحيب ب 60 جنيه؟ قال لي لا، الاسعار مختلفه. قلت له خلاص، اول حاجه اهو انا علقت عليها ان لازم رساله الترحيب المنيو اللي فيها يتعدل بالاسعار الجديده. ما علينا، قلت له ما فيش مشكله، ابعت لي الاوردر. جالي الاوردر، الفول المطحون كان حادق جدا، الفول بالسجق ما كانش فيه سجق اصلا، يعني يا دوبك حتتين او ثلاثه قد كده. الطعميه كانت العجينه بتاعتها حمضانه، بعد ما قالتها تلاقيتها طعمها وريحتها مش كويسين. فقمت بعت له رساله، قلت له بصراحه تجربه سيئه، وانا مش هكررها تاني ومش هكرر التعامل معاكم تاني. ليه يا فندم؟ قلت له 1 2 3. ما فيش، ما كملتش ساعتين اتلاقيت يوسف بيتصل بيا بيعترف فعلا بالاخطاء، ما قالش مبررات. عجينه الطعميه هم غلطوا ان هم حطوها مع الاوردر ذات نفسه، لان لازم تحتفظ بسقعيتها عشان ما تبصي. الفول فعلا، قال لي فعلا انا رحت ودقت الفول لقيته فعلا حادق. قال لي التعبئه بتاعت السجق، قال لي ممكن يكون الولد اللي بيعبي مركزش قوي ان كميه السجق مش كويسه. البيض بالبسطرمه نسيته، ما كانش فيه اصلا بسطرمه، حرفيا كان مجرد بيض بس اومليت وخلاص. فاعتذر لي وقال لي يا فندم الاوردر يجي لك تاني بطريقه تعجبك، لان احنا اهم حاجه عندنا راحه الزبون وانه يبقى مبسوط بالاكل بتاعنا. قلت له طب مش النهارده، احنا خلاص كده كلنا. تمام. متابع معايا بصراحه، كل يوم بيبعت لي ابعت لك الاوردر النهارده. انا اللي بعتذر عشان ظروف ما عندي، فالنهارده قلت له ابعت لي الاوردر. هو دلوقتي انا مكلماه بقالي 10 دقائق بالظبط. اول ما الاوردر ما يجي هرجع لكم تاني ونشوف الاكل المره دي ايه نظامه. هو ما يعرفش طبعا اي حاجه عن موضوع التصوير، ولا يعرف حاجه عن البوست اللي انا نزلته. هو من نفسه تلاقيته بيتصل بيا ومتابع معايا. فان شاء الله نرجع تاني اول ما الاوردر ما يجي ونفتحه مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. سلام. وادي الاوردر جه، نبدا بقى نفتح ونشوف مع بعض. اولا بعت لي عيش، انا ما كنتش طالبه عيش، بعت عيش كتير قوي. يا يوسف حرام، انا قلت لك يا ابني ما تبعتش عيش. طبق مخلل برضك ما كنتش طالبه طبق مخلل المره اللي فاتت، وبتنجان، والبيض بالبسطرمه، وده الفول بالسجق، وده الفول المطحون، وده مخلل، بموت في المخلل. لا كتير قوي يا يوسف بصراحه يا ابني. وادي الطعميه. نركن بقى ده على جنب. بسم الله. طبعا التغليف واضح اهو يا جماعه، بس احنا اهم حاجه عندنا سيبكم من التغليف، المهم اللي جوه التغليف. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي طبق الفول، مش عارفه بقى هيبان في التصوير ولا لا. عايزين معلقه؟ ثواني هجيب معلقه واجيلكم. ادي طبق الفول المطحون. مشكلتي مع الفول المره اللي فاتت كان ان الفول كان حادق قوي، فهنشوف دلوقتي. نقلب بس كده. بسم الله. لا تمام، لا مية بصراحة، تمام. عايزة اقول لكم طبق الفول، لا مش كاتب اسعار، هقول لكم الاسعار بعدين، او هسيب لكم بقى
الطعميه يا يوسف قلت لك ارمشها يا يوسف، ما بحبهاش نص سوا، بس نشوف بس الطعم. هي كعجينه تمام، طعمها حلو جدا، بس انا كسماح بحب الطعميه ناشفه حجر، يعني بحبها تبقى ناشفه قوي وتقرمش كده. فالطعميه نبقى نسويها بعدين، نكمل سواها بعدين، مفيش مشكله. الفول بالصدق. حصل عطل يا جماعه وهنرجع من تاني. كنا وصلنا لغايه الفول بالبسطرمه. لا بصراحه مخدوم، وفي كميه بسطرمه حلوه تمام، والطعم جميل. ايه؟ فول بالسجق. ما انا قلت ايه؟ فول بالبسطرمه. السجق مخدوم حلو المره دي، وكميه كويسه، والطعم برضو جميل جدا بصراحه، مظبوط. مسكة هتتجنن وتيجي تاكل تمام. البيض بالبسطرمه اللي كان المره اللي فاتت بيض بس ما كانش فيه ريحه البسطرمه، انا بحب اكل بايدي. البسطرمه باينه على في البيض المره دي تمام. هو الطعم المره اللي فاتت برضو كان حلو بس ما كانش فيه بسطرمه، المره دي بقى فيه بسطرمه. نجيب بقى مسوكه هانم ندوقها وناخد رايها هي كمان، عشان ايه تقول لنا الدنيا فيها ايه. تعالي يا سوكه. حلو 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 يا ماما، حلو يا ماما، حلو يا ماما. هف هف انتي. ايه بصي بقى ناكل ونقول للناس ايه المام حلو ولا لا. لا مش نديهم بوسه، انا ما بقولكيش اديهم بوسه اهي. يلا خدي مام 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 مامي يا سوكه. لا سوكه مش عايزه تاكل اصلا. خدي يا مام، خدي يا مام، خدي يا مام 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 مام. ها ايه رايك كمل؟ هي مشغوله بامها وصاحبتها عمالين يلعبوها من ورا الكاميرا. شكرين ليكم. ها خلاص شبعتي وعايزه تنامي؟ طيب عامه لو الاوردر هيوصل لاي حد بيطلب بنفس الجوده وبنفس الخدمه يبقى تمام، وربنا يحسن ما بين ايديك. كفايه ذوقك يا يوسف صراحه، متابع معايا من يومها وكل يوم بيبعت لي. ما كانش يعرف اصلا البوست اللي انا نزلته، انا لقيته بيتصل بيا لوحده، متابع معايا ومهتم جدا. فربنا يحسن ما بين ايديكم. والناس بقى اللي هتطلب من عنده لو قصر معاكم في حاجه ابعتوا واشتكوا، لان هو بيهتم بكل شكوى بتوصل له عشان يحسن الخدمه اول باول. ودي كان كلامه بالنص معايا، قال لي الاوردر لو جالك وما عجبكيش في حاجه ابعتي لي تاني وقولي لي عشان اطور ويعني اتلاشى الاخطاء اللي موجوده. فربنا يحسن ما بين ايديك يا ابني، ويسلم اللي ربوك بصراحه على الذوق والادب بتاعك. واتمنى ان انا اقابلك، لان شرف ليا ان انا اتقابل مع شخصيه زيك. شكرا ليكم، سلام عليكم.